قبل البدء، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب والصلاة على النبي. كشفت مصادر من داخل الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن ماجيد بوغيرا رد على مقترح الفاف بإقحام اسمه ليكون ضمن الطاقم الفني الجديد للمنتخب الجزائري. وحسب مصادر مقربة من الكوتشي مجيد، فإن الأخير قد رفض فكرة تواجده في الطاقم الفني للمدرب الجديد للمنتخب الأول، كما إنه رفض فكرة تدريب المنتخب الوطني الجزائري في الوقت الراهن بطلب من رئيس الفاف وليد صادي. وحسب المصادر ذاتها، فإن المتوج بكأس العرب أخبر مقربيه أنه مركز على عمله مع فريقه الحالي بقطر، وهو لا يفكر في تولي العارضة الفنية للمنتخب الوطني الجزائري. يقترب الاتحاد الجزائري لكرة القدم من تعيين مدرب جديد خلال الفترة المقبلة لخلافة جمال بالماضي المدرب السابق للخضر. وقالت مصادر إعلامية بأن الطاقم الفني الجديد للجزائر سيضم في صفوفه مدربا جزائريا يعمل إلى جانب المدرب الأجنبي الذي سيتم تعيينه قريبا.